محمد الكويكبي رابع صفقات الأهلي المحلية في الصيف اللي جاي إن شاء الله، والحارس الأفضل في مصر وأفريقيا، ومن ضمن أفضل 10 حراس في العالم محمد الشناوي إلى الأهلي السعودي مقابل 8 مليون دولار. إيه القصة بالظبط؟ وإيقاف رسمي للاتحاد ومنع من التسجيل في الصيفية اللي جاية بسبب قضية كورنادو. إيه القضية دي؟ هنعرف كل حاجة النهاردة. مقطع فيه أخبار مهمة وفي أخبار برضو إن شاء الله هتعجبك. عايزك تتابع معايا للنهاية. وقبل ما نبدأ في أي حاجة وكالعادة يعني قول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش اللايك الجميل، أتمنى توصلوا لي المقطع ده 250 لايك، حاجة بسيطة جدا وانتوا قدها. ويلا نبدأ. بسم الله كده نبدأ بأول أخبارنا النهاردة، ونجم الاتفاق المهاري جدا محمد الكويكبي رابع صفقات الأهلي المحلية بعد طبعا عبد الله عطيف، سميحان النابت، وفهد الرشيدي. ايه الموضوع بالظبط؟ حسب اغلب الاخبار الاهلاويه يا جماعه والمصادر، عرض رسمي من الاهلي السعودي يقوده الاسطوره تيسير الجاسم. العرض ده طبعا لنادي الاتفاق قيمه العرض 10 مليون ريال سعودي. ليه بقى؟ لشراء المده المتبقيه من عقد محمد الكويكبي، اللي هي السنه المتبقيه من عقد الكويكبي مع الاتفاق واللي هتخلص 2024. وحسب اللي عرفته ان اللاعب عنده رغبة كبيرة جدا انه يلبس قميص النادي الاهلي، وشايف ان النادي الاهلي هو النادي الافضل ليه ان هو يكمل فيه ما تبقى من مسيرته الكروية. طبعا محمد الكويكبي عنده 28 سنة بس، بيلعب في اكتر من مركز، ولكن اهم المراكز اللي بيلعب فيها هي مركز الجناح، وممكن يلعب صانع لعب، يلعب لاعب وسط، ايا كان بيأدي في كل المراكز دي. خلال مسيرته بقى وده اللي بيميزه، لعب لاتنين اندية بس، العروبة من 2012 لحد 2016، وفي 2016 راح نادي الاتفاق لحد وقتنا هذا. فهو لاعب مستقر، وعشان كده قلت لكم ان هو لو راح النادي الاهلي هيكمل فيه ما تبقى من مسيرته الكرويه. الموسم ده لعب الكويك ب 23 مباراه من اصل 28، سجل 2 وصنع 3. بص، هو لاعب مش بيسجل كتير ولكن مهاري جدا، وبيقدر انه يصنع لك فرص كتير، وبيقدر يعمل خطوره كبيره جدا على الدفاع الموجود. يعني بمعنى اصح بيشتت دفاع اي خصم، وده اللاعب اللي محتاجه النادي الاهلي. محتاج لاعب مهاري، لاعب سريع، ويقدر يعمل لك خطوره قدام المرمى، فتقدر تستفيد بيه زيه زي هيثم عسيري كده، يعتبر نفس الستايل ده. ولكن من رأيي الشخصي ان محمد الكويكبي يا جماعة لو كان بدأ في اول مسيرته مع نادي كبير زي الهلال او الاهلي او الاتحاد او النصر، ايا كان النادي مع احترامي للاتفاق، كان هيكون زيه زي سالم الدوسري، زي اللعيبة الكبيرة اللي معروفة بشكل كبير. ولكن عشان هو ما بيروحش نوادي كتير وما بيتنقلش، فاللاعب يمكن شهرته قليلة شوية، ويمكن معدل التهديف عنده قليل. ولكن يا جماعة اللاعب ده لو اهتموا بيه وادوله فرصة كبيرة في نادي كبير، هيثبت نفسه بشكل كبير جدا جدا جدا، وهيكون نمرة واحد في السعودية. ده مجرد رأيي الشخصي، فاكتب لي في الكومنتات تتمنى الكويك يكون رابع صفقات الأهلي الصيفية ولا لأ. شاركني في الكومنتات. يلا بينا بقى على الخبر التاني، وخبر عاجل وحصري جدا يا جماعة، وخبر صحيح 100%. ومن الفيفا بتقرر إيقاف الاتحاد عن التسجيل ومنع من عمل أي صفقات في الفترة الصيفية اللي جاية. بسبب إيه بقى؟ بسبب التأخير في سداد مستحقات نادي الشارقة في صفقة انتقال كورنادو اللي كانت السنة اللي قبل اللي فاتت. المبلغ عبارة عن 17 مليون ريال زائد 20 ألف ريال، هي غرامة تأخير عن السداد لنادي الشارقة الإماراتي. طيب يا جماعة، القرار ده نهائي، قرار نهائي. يعني دلوقتي رسميا الاتحاد موقوف عن ان هو يعمل اي صفقات في الفترة الصيفية. ولكن يا جماعة الحلو في الموضوع ان لو الفلوس اتسدت القرار هيتشال. يعني الاتحاد قدامه فرصة حلوة في خلال اليومين الجايين دول انه يسدد المبلغ. انا شايف ان مش مبلغ معجزة يعني او مبلغ كبير، هم 17 مليون ريال اول عن اخر. فاي حد في النادي او اي اعضاء الشرف او حتى رئيس النادي يقدر يدفعهم بسهولة جدا. ده غير بقى 20,000 ريال زي ما قلت لكم هتتكرر كل شهر. فالقرار رسمي، الاتحاد موقوف، ولكن هتسد القرار هيتشال من عليك ومش هيكون فيك اي حاجة. وده المميز في الموضوع. يعني الفيفا ما طلعتش مثلا قرار ان الاتحاد هيتوقف حتى لو سدد القرار هيفضل موجود، لا، الاتحاد هيتوقف ولو سدد القرار هيتشال. فده الحلو في الموضوع، فما تقلقوش. ولكن حبيت برضو اقول لكم الخبر ده
عشان مش في ناس كتير تعرفه، الاتحاد المفروض هيتوقف بسبب كورنادو، سد الموضوع هيتلغي، فان شاء الله خير. وقولوا لي برضو بالمناسبة، هل الاتحاد هيفوز بالدوري ولا لأ؟ لو فاز على الاتفاق بكرة ان شاء الله هيحسم الدوري. شاركوني رأيكم في الكومنتات. ندخل على الخبر اللي بعد كده بقى معانا يا جماعة، ومحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر وأفريقيا، ومن ضمن أفضل 10 حراس في العالم السنة اللي فاتت، وحسب الإعلامي محمد فاروق، وقال كده على قناة تلفزيونية وهي قناة 10. بالمناسبة ده بيقدم برنامج رياضي وكده، قناة اسمها قناة 10، يعني الكلام اللي طالع ده أخبار رسمية وأخبار صحيحة، وفعلا لو العرض ده اتقدم هيكون صحيح بنسبة 100%. العرض كالتالي: الأهلي بيقدم عرض قوي ومغري للشناوي مقابل 8 مليون دولار. التقسيمة للفلوس هتكون كالتالي: إعارة موسم لحد 2023 بمقابل 3 مليون دولار، مع وجود بند شراء نهائي ب5 مليون دولار. بدون مبالغة كلكم عارفين الشناوي وعارفين أداؤه وإنه من أفضل حراس العالم، ولكن حاليا بشوف ناس كتير بقى بتكتب إن الصفقة فاشلة والشناوي مش أحسن حاجة وإنه مصري ونشوف لاعب تاني عالمي والحاجات دي كلها. ولكن من رأيي يا جماعة الكلام ده كله كلام فاضي. محمد الشناوي لعب في كأس العالم للأندية، لعب في كأس العالم، لعب في كأس الأمم الأفريقية، فحارس يقدر يلعب قدام اي فريق وبيأدي بشكل كويس جدا، وكلنا عارفين الموضوع ده. عقده مع الاهلي هيخلص 30/6/2025، يعني هو اعاره ل 2024 ثم شراء بشكل نهائي في 2025. طبعا هو عنده 34 سنه، فسنه مش كبير قوي يعني بالنسبه لحراس المرمى. حصل على كل حاجه قبل كده: 2 دوري ابطال، 4 دوري مصري، 3 كاس مصر، 5 سوبر مصري، 2 سوبر افريقي. ده غير ان هو حارس مصر الاول حاليا، ولعب في كاس العالم ولعب في كاس الامم وكاس العالم للانديه زي ما قلت لكم من شويه. فالموضوع مغري جدا يا جماعه، الموضوع مهم، لان بنسبه كبيره الفتره اللي جايه يا جماعه محمد الشناوي خارج من النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده 3 حراس غير محمد الشناوي، ال3 شباب، ال3 متالقين، وال3 عايزين يثبتوا نفسهم بشكل كويس. والنادي الاهلي معروف عنه ان هو بيحب يعمل تدوير للحراس كل فتره. يعني في 2 حراس ممتازين جدا في الاهلي، وهم مصطفى شوبير وعلي لطفي، اللي بنسبة كبيرة هيحلوا محل الشناوي في الفترة اللي جاية. فالشناوي أكيد العرض ده هيغريه، وإن هو يخرج من مصر يروح يحترف في السعودية، خصوصا إن الدوري السعودي بقى قوي جدا، في أسماء كبيرة، كل الأندية بتعمل صفقات، فهيروح يلعب في دوري أعلى، دوري أكتر تنافسية. فدي حاجة ما تعبوش أبدا إن هو يسيب النادي الأهلي بعد سنين النجاح دي كلها. فاكتب لي رأيك في الكومنتات، لو محمد الشناوي يكون هو حارس الأهلي السعودي الموسم اللي جاي، هل تعتقد ان حراسة الأهلي هتكون حاجة أحسن بدلا من الوقت بتاع الربيعي والميسيليم والحاجات دي كلها؟ شاركوني رأيكم في الكومنتات. أنا عن نفسي أنا أتمنى إن النادي الأهلي يجيب أي حارس أجنبي، يعني سواء الشناوي سواء حارس تاني من أوروبا أو حتى أمريكا الجنوبية. المهم إن النادي الأهلي يحل الثغرة اللي عنده وهي ثغرة الحراس، ويروح الموسم الجديد بشكل افضل. طبعا لو قرار الايقاف اتلغى، اللي انا قلت لكم قبل كده في فيديو امبارح ان القرار ده قريب جدا هيتلغي بكلام وليد معاذ نفسه مش كلامي انا. فاكتب لي رايك في الكومنتات في مواضيع فيديو النهارده، ولو عجبك المقطع ما تبخلش باللايك، وسلام.